سلام سلام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ أمي عمران. اليوم غادي نقدم لكم هاد الفطيرة على شكل كيك اللي كتجي ساهلة للكوطي، اللي كتجي مهم خفة نزربان. ما نطولش عليكم، ندوز المقادير والطريقة ديال التحضير. بالنسبة للمقادير، أنا عندي هنا كاس د الحليب، درت فيه معلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات، الخميرة د العجينة، الخميرة الفورية. مهم أنا ما كنتش غادي نصور معكم هاد الفيديو حتى بديت وعاد قلت خلي والله تنصورو. بالنسبة للحليب، درت هنا مع الخميرة وخليتها تتفاعل ليا شوية، يعني تذوب شوية داك الخمير. ما تبقاش يعني تذوب ليا، تفاعل صافي. وغادي نخليها هنايا شوية على ما تطلق ليا وتفاعل، وغادي ندوزو باش نكملو المراحل والطريقة ديال التحضير. المهم هنايا بعد ما كتتفاعل ليا شوية، كنزيد فيها 3 المعالق ديال السكر الخشن اولا سكر حبيبات اولا سنيدة. مهم كل واحد يعني كل واحد شغي كي كيقولو، يعني على حساب حنا المغاربة كنقولو سنيدة، ولكن مثلا اخواتنا الجزائريات والمصريات نقولو السكر الخشن باش يفهموا. وواحد الفاني، واحد ساشي ديال الفاني. اللي بغات تنسمو هكا بشي حاجة أخرى، يعني بداك الساشي ديال الزهر، راه كيجي مزيان. صافي غادي نخلطو هكا مع داك الفاني وداك السكر ونخليه يزيد عاوتاني، تزيد داك الخميرة تطلق ليا شوية. هانتوما كتشوفوا يعني ما بقاتش محببة كاع هكاك. غادي نزيد لهم واحد البيضة، نستعمل واحد البيضة وشوية ديال الملحة باش ما كيجيش داك البريوش باسل. صافي بحال هكا. وغادي نهرس داك البيضة. بالنسبة لي انا خديت البيض يعني باقي جديد، فكاته تما هكاك، ما كاينتاش نجلطو قوة المواعن. ايوا صافي غادي نضربها بحال هكا خفة نزربان. هو هاد البريوش والله تا كيجي رائع. الا صوناو عليك غير شي ضيافة هكا على غفلة يجيوك، راه في يعني غير في واحد ساعة ونص د المكانة غيوجدلك. صافي غادي بعد ما خلطت هادشي غادي نزيد واحد ربع كاس ديال زيت المائدة، ولا لو سيور اللي كنقولو حنا لو سيور، ولا عافية، ولا مهم الزيت النباتية. وغادي نخلط مزيان. صافي وعندي هنايا 2 كيسان ديال الدقيق. ما كنديرش فيها الخميرة ديال الحلويات، يعني كندير غير الخميرة الفورية. صافي انا هنايا زدت الكاس الاول ديال الدقيق، وغنزيد وغنخلط ونزيد الكاس الثاني. داك الكاس الثاني ما نكبوش في خطره، يعني ما غاديش نخويه في خطره حتى وكان غادي نشوف. يعني كل دقيق، وهو كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين الدقيق اللي ما كيشربش. انا هنايا غادي نزيد وغادي هانتوما كتشوفوا ما كبيتش الكاس كامل، حيتاش ما خاصهاش تجي عاود قاصحه، وما تجيش خفيفه بحال الاخر، بحال القوام د الكيك. كيجي ثقيل شويه على القوام د الكيك. هانتوما كتشوفوا انا غنزيد هنايا شويه ديال الدقيق، ولاني ما غنكملش 2 كيسان. صافي بركه. يعني بقات ليا قول واحد المعلقه، 8 معلقه هكا من الكاس الاخر. صافي غادي نخلي القوام ديالو بحال هكا. وهو الا عندكم داك المول اللي كيتحل غيكون من الاحسن. انا دهنت هذا المول واخا ما بانليش فيه جايني كبير، يعني غتجي داك البغيوش ديالي غيجي رقيق في السمك. جاني هذا المول كبير شويه، واللي عندها داك المول اللي كيتحل حسن، حيتاش هاد الفطيره كتجي خفيفه بزاف. يعني باش تهزيها من تما من الاحسن ديريها في مول هكا من داك الليمون اللي كيتحلوا هكا من الجنب، ولا ديري غير شي كادغ هكا، شي كادغ وتكبيه فيها. شي كادغ ديري له
البابي كويسون وديري من تحت منو بابي ألمنيوم وتدوريه لداك الكادر وتدهنيه بالزبدة والدقيق هكا صافي، وتكبي تما العجينة غير غيطيب وغادي تحيدي الكادر وتبقى لك غير البغيوشة هكا لتحت وتهزيها بشي رماية. أنا المول جاني كبير مكاين ما نخبي عليكم جاني داك المول كبير بزاف، غادي تجيني يعني الفطيرة غتجيني رقيقة بزاف. فضلت أنني نردو هنايا، هادي غير مقيلة كندير فيها كنشحر فيها وداكشي، حيدت لها اليد ديالها صافي وغادي نردو فيها نخليه يخمر وندخلو يطيب. صافي أنا هنايا رديتو هنايا حيتاش بان ليا داك المول كبير بزاف، وأنا درت غير كاسة الحليب يعني ما هو إلا اللي بغات ديرو مثلا هكا فشي مول كبير تضاعف المقادير ديالو. صافي بعد ما رديت هنايا الخليط في هاد المقيلة غادي نخليها حتى وكان تخمر، يعني نخليها تخمر على خاطرها. انا درت فيها معلقه ديال الخميره ما عامراش حيت الحال سخون وغادي نخليها تخمر على خاطرها ونتلاقاو. صافي هنايا بعد ما خمرات الاخر نتوما كتشوفوا البريوش ديالي بعد ما خمر كيدير داك الفقاعات وكيبان لكم الحجم ديالو تضاعف. غادي نجيب هكا داك الرشاشه ودرت حيت ما يمكنش دهنوه هكا بشي بالبانسو، لا ضروري خاصكم هكا شي حاجه ترشوه. صافي جبت هاد الرشاشه درت طربت صفار البيض مزيان مع واحد قطرات ديال الخل صافي وغنبدا كنرش بحال هكا. كنت انا مسخنه الفران يعني كنشعل الفران يسخن عاد كنجي كنرشو بحال هكا. انا عندي غير الفرن الغازي يعني دغيا كيسخن ما يحتاجش مده طويله. صافي غادي نرشو بحال هكا وغادي ندخلو للفران. بالنسبه للطياب كندير له ماشي نار مهيله ماشي مجهده، مهم شويه فايت شويه لاخر د الكيك صافي وغادي نخليه يطيب على خاطرو. هنا بعدا غنرشو مزيان حيت نتوما كتشوفوا غير داك البلايص فين كتجي داك رشاد البيض بحال كيهبطوا الو، يعني ما يصلحش تديروه بالبانس وخاص ضروري شي حاجه هكا باش ترشوا عليها داك صفار البيض. صافي انا هنايا بعد ما غادي نرشو هذا ندخلو الفران ونتلاقاو الشكل النهائي. هنايا بعد ما خرجتو من الفران كيجي رائع. شتو شحال رطب، يعني خاصكم تقلبوه في شي حاجه عاد ديروه في طبق التقديم. انا قلبته هنايا فوق الرمايه عاد رديته في طبق التقديم ودهنت له الكونفيتور ديال المشماش ورشيت له شويه د اللوز هكاك اللوز مهرمش. وكنتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم والى فيديو مقبل باذن الله.